من أبسط الحقوق للعامل إنه يسأل على ساعات العمل ويسأل كم راتبه. شفت مقطع الواحد يمني مدير على مطعم طلع ينقد اليمنيين ويقول ما هذول ما يبون يشتغلون، واللي ما يبي يشتغل مسوي فيها شيخ، والقبيلة لا يرميها بالمنفذ مدري وشو بسبة ليش يقول لك يسألون على الدوام وعلى ساعات العمل كم. شوف، من أبسط حقوق العامل إنه يسأل. هذا هو اللي بيشتغل، هو اللي بينكرف. أسأل أنا، من حقي أنا أكون مثلا في الرياض وأنت في جدة، ضروري أسألك يا أخي، حق من حقوقي. كم ساعات العمل، كم الراتب، ولا أصبحت هذه غلط يعني؟ صحيح إنه في سلبيات وفي إيجابيات، في بعض الناس ما يشتغلون، بس ما هو الأغلبية يا أخي، ما نظلم عنا. وثاني شيء، القبيلة ما نحطها بالمنفذ، لا والله، كل متمسك بعاداته وتقاليده. في ناس صح تقبل إن تشتغل يغسل عند المغسلة الصحون مصحون، في ناس ما تقبل يا أخي. في ناس تربت كذا وناس تربت كذا، نشأت على مجتمع كذا يا أخي. ما نجي احنا يعني نحتاج عامل ضروري نغير عادات والتقاليد اليمن كلها. الإنسان لا وجه رسالة، وجه نصح، يوجه نصح يعني أنيق يدخل القلوب، وخلاص لا خالفني عامل، عميت الكل. الله يهديك أول شيء. وثاني شيء، العامل ضعيف، ورب الكعبة العامل ضعيف. في ناس أقسم لكم بالله العظيم مدراء على مطاعم نعرفهم شخصيا ومستحكمين، والله يهم يكرفون بالعامل ذا 18 ساعة، وفي ناس إلى 19 ساعة، تخيلوا. فأنا نصيحتي لك اللي تشاهد مقطعي، كنت من أي جنسية تبي تشتغل وتنجح، روح اشتغل عند جنسية أخرى غير جنسيتك، أي جنسية. مثلا أنت يمني، روح اشتغل عند سعودي. أنت مصري، روح اشتغل عند يمني. وأنت سوري، روح اشتغل عند مصري. العكس، لا تشتغل عند صاحب بلدك، لأنه في مرت علي أنا قصص كذا، يعطيهم الراتب ويحسب لهم إياه بالصرف اليمني كم، والله هناك ما تشوفها، هناك ما تشوفها. ما يقدر غربة الرجال وفراقه عن أهله والكرف والعنى اللي يمشي فيه. وبس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، ولا يذر رقبة مسلم عند واحد ما يخاف الله. ودمتم في رعاية الله.